مرام، قوليلي ممكن اعمل ايه مع ابني في الاجازه عشان اعدل سلوكه وانا قاعده في البيت؟ ايه رأيك هقولك على 5 طرق عن طريقها هتعدلي سلوك ابنك على قد ما تقدري في البيت. اول حاجة، اول ما يصحى بننظف اوضتنا، بنروق سريرنا، بنفطر، بنصلي، بندعي، الكلام ده كله. تاني حاجة امشيه على روتين ثابت من اول ما يصحى لغاية ما ينام. تالت حاجة ابعده عن السهر والشاشات لان ده بيعمل له ضيق وبيأثر على أعصابه. رابع حاجة أوفر له بيئة ترفيهية مناسبة لذكائه عن طريق ألعاب لتنمية المهارات. لو عنده جيران، عنده أخوات، عنده ولاد خالة، ولاد عم، يبقوا مشاركينه في البيئة الترفيهية دي. خامس حاجة ودي الأهم، ألعب معاه، أحكي له قصص، أفسحه، أشاركه في يومه، في المهام اللي انا حطها له اشاركه فيها، لان المشاركه الوجدانيه دي اهم بكتير من اي حاجه تانية. وكل ده هيعدل سلوكه وهيظبط